أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بشكل سريع، وصلنا إلى فصل هكذا في سيدي خليل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله، وجاء عنوان في المختصر الفقهي. أذكركم بأن المختصر أو المختصرات سواء كانت نظما أو كانت نثرا هذا فن من الفنون، يعني أسلوب من الأساليب المعتمدة في تبليغ الفقه الإسلامي إلى الناس. يعني استخداما المختصرات، استخداما إما تكون في شكل نظم شعر كما في ابن عاشر مثلا، وقد ذكرنا ذلك مرارا. يكون نثرا، إما يكون نظما بشكل شعر شغل ذا سفرو، يكون في شكل نثر. أما المختصر الفقهي سيدي خليل نبض إلى فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله. هذا قد نبض أكون سمكثير بالنسبة للفرائض الوضوء. أتفتح سؤال ابتدائي: ما يليون يغلظوا أم بعد إكس الشارن إكس شبوب، هل ترى يعيد الوضوء أم لا يعيد الوضوء؟ سؤال لأنه قاد يستقساينا كيني ميلا وغلوظوا من بعد إكس الشارن إلى قد يعيد غير الوضوء، ميلا وغلوظوا كومبلي من بعد روح سكوافور استليد شبوب من بعد إلى قد يعيد غير الوضوء. مسألة فقهية دقيقة. المختصر صاحب المختصر يشير إلى هذه المسائل الدقيقة ويعطينا فيها الجواب المعتمد في الفقه. أما كانت زرام المختصر الفقهي قال سيدي خليل ذيون سي المراجع ثم قرانين ذي الفقه المالكي، ونعون دي شحال بردان أكثر من 200 ألف مسألة فقهية إقلان دي المختصر الفقهي، وثاقي ثم قرانين وبعضهم وصلوها 400 ألف مسألة، يعني دوبل. معليش نعتمد النص 200 ألف مسألة فقهية. أمثل مسألة تاقي مثلا أعطى فيها رأي في هذا في الصفحة السادسة من في المختصر: إند لا إعادة، لا يعيد إكس الشارن هكذا لا يعيد. معليش الآن نحاول نجيبها بشكل سريع. الفرائض والسنن والفضائل. الفرائض إذا نشرح درسني عدنا ساقي بسرعة كان أكون اسم كثير. الفرض ثمزور طبعا الفرائض جي سنتد في سورة المائدة في الآيتين، الآية الخامسة والآية السادسة. الفرض مزورو النية، ربي يناد النبي صلى الله عليه وسلم يناد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني كل العبادات لازم تكون مسبوقة بنية، إلى قد تصير النية قبل. صحيح الشيخ الربيع يا بحر الحديث السلاماس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونؤكد بأن الأصل في النية أن تكون في القلب، محلها القلب، يعني والتلفظ بها كما يقول صاحب المختصر حكمه حكم الكراهة. ولكنه إذا كان يون يعني سمحتي ربما في بداية نس وكذا لا حرج أن ينطق بها، لا حرج أن ينطق بها. أشيني نويت الوضوء، ولكن النية لا قد تصير داخل بول ماشي ذكيلس. والشراح المختصر مثل الإمام الزرقاني وغيره، خاطرنا باللي المختصر يسعى تصن الشروح أكثر من 100 شرح يسعى سيدي خليل. إن التلفظ بالنية مدعاة الشك والوسوسة، يعني ما يقول في قارض النية نويت الوضوء باش يميز بين الوضوء وبين العادة، بين العبادة والعبادة. سيتادير وينطق بالنية أيضا في الصلاة وفي الغسل وفي سائر هذا مدعاة للوسوسة والشك.
يعني يول ما إلا يولف يقرد مسلاقي نويت الصلاة في مسجد الشيخ رزق الشرفاوي وراء الشيخ عبد الرحمن الشيخ رشيد الشيخ شعبان ما إلا يسم سلايكا هذا أسدك شمشك هذا يغادر الوسواس هذا يخدم الوسوسة. فبالتالي الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. النية إنما العمل بالنيات تمييز كما قلنا العبادة عن العادات. والسين بعد النية نهضرد في غسل الوجه ند بفتح الغين ماشي غسل الوجه. وطبعا صاحب المختصر يناد يبدو من منبت الشعر المعتاد منبت الشعر المعتاد أنسي يبدو شعر الإنسان عادة المعتاد. وكدنا في المختصر ومنابت شعر الرأس المعتاد هكذا ورد في المختصر الفقهي ومنابت شعر الرأس المعتاد أنسي يبدو يعني الشعر الشبوب بمذان عادة ند بالنسبة لواحد وليس على الشعر ماشي يفدو سياقي مثلا ما سياقي يفدا خاطئ نساد يفدو سيا ولا ولا الشعر ذاكي عادي مفهوم. لذلك في العمرة مثلا في العمرة يون ما إلا يبود العمرة ما إلا ولا الشعر يمرر المسنين تمرير هذا يجزي خطر هذه عبادة يمرره وهذا يجزي. إذن هذا شرحناه. في ثلاثة غسل اليدين إلى المرافق أو المرفقين. حديث أبي هريرة يغلظ المي ديال صفة السن يسرد المي ذي المرفقين وما فوقهما بقليل يزادك شوية ماشي بعد ما يسوع عليك سي لما تسيت باريزومبل لا خاطر تيكون هذا هو كيما دخل مداخل الوسوسة هذه السر دي فاسنيس لما ماشي كان المادة لما سيت لما يبض الكتف لا. لذلك أبو هريرة سمي يغلظوا يبض المرفقين خاطر الآية تند إلى المرافق إلى يجي معناه فيها الغاية مع المرافق هذيك الشمنت ذي الغسل. أبو هريرة توضأ أمام الصحابة بعدين قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا رأيت. والنايون دايت مثل كلمة رأيت يجي في كل مرة تدافم إلى قصر ديال البنون رأيت الآية الحديث ديال الظالف يناد صلوا كما رأيتموني نيغون كاش نهار فهم يزول لك ولا واحد عبر التاريخ وعبر القارات الخمس ولا شو يزولناك يفاسن سفلى وقروه. ولكن هكذا وردت وهكذا وردت عمل أهل المدينة كي يقولوا عمل أهل المدينة وهو أصل من أصول المالكية رأوا خطر هذه الأمور هيئات الصلاة مما يبصر ويرى ذين سوالين مدان ماشي ذين سوالي نكون إياك نمشي نسن الوضوء نسوالي نمشي تاغن الوضوء نحفظ في اللسن قبل كان يسين الجانب الفقهي كون لا تيوري لا براتيك نسوالي نمشي تاغن الوضوء مدن التيمم ذا نسوالي امك خدم التيمم وهكذا ياكل الامور كي ترى صلوا كما رأيتموني أصلي ذي عثمان بن عفان في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم والبيهقي في سننه يبد حديث مفصل لعثمان بن عفان إن هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وذا أبو هريرة إنك هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أكاغيت سواليغ النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. وفي الطواف الناس سيدنا عمر بن الخطاب قبل أن يبدو الطواف إناد يسوي يهضري ويزوروا الحجر الأسود إناس يا حجر إني أعلم أنك لا تضر حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إناس والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إناس والله هرزر شذازروا ورث النفع ورث ضرور. ولكن ولاغ النبي صلى الله عليه وسلم إمث ولاغ يسلم فلاك يسلم فلاك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اسمحوا لي أدقق في هذه المسائل. لماذا؟ لأنه
الفقه هذا هو الفقه. وسمعت حديث يذكره الآن الشيخ رشيد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. صافي باش أن نستخدم لا غنغ وكذلك رمي الجمرات. لو كانوا ثوالا نرى ولان الجمرات ماشي ديال الزرع يقرفد، إذا زرنا مشطوح أنشد الحمص مشطوح، وبعدين ولا نمشي خدم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر هكذا. إذن والأمور هذه فيها الاتباع ماشي الابتداع. لذلك العلماء قرروا قاعدة فقهية كبيرة: الأصل في العبادة الحظر إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. غفرة أين الشدن غ العبادات ذي الحرام يولد يسنلفو العبادة صورس. أنا خدم كان كنيك خدم ودنسنلفو يارا سوف ما نفاد النص، إما ذي القرآن غذي السنة غذي السنة القولية غذي الفعلية غذي التقريرية. ماذا ينشدن المعاملات الأصل فيها الإباحة. خدمة كنت تبغيض سوى ما تفاد سونس انتردي، تفض حاجة أكثيني منعا ممنوعة. يلا وثلاثة ند غسل يد المرافق. وث4 اللي هو الفرض الرابع مسح الرأس. وذا الناد ربي سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. والناد الباء تفيد التبعيض وتفيد الإلصاق وتفيد الاستغراق، تفيد يعني كل هذه معاني. إلى المعجم مهم، معجم اسميس معجم العين. شوفوا ثاس وسيدي خدما ذي وقي من المصادر الكبرى في اللغة العربية. المصدر بعض العلماء يصنفونه أهل اللغة المصدر رقم واحد ذي العين صار أمزورو نتعرف اسمس معجم العين. يخدميث الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي. إفكاد إشارات دقيقة جدا في معاني الحروف. الحرف الحرف الباء يسعى المعاني، إما يفيد الاستغراق، يكون في الفقه المالكي ما دوض السر سوامان هكا تخدم هكا تزويض هكا. بعد مسح الرأس يكون كومبلي لالي وقيد الفرض لروتور السنة هكا. يلا ولكن عند غيرنا بعض الرأس يجزي، كالشافعية مثلا بعض الرأس يجزي. مثل الذي يخدم كان كشويط يجزي. ثقي قارن صفة الإجزاء إلى صفة الكمال إلى صفة الإجزاء. يعني كي نقولوا صفة الإجزاء معناتها تبرؤ به الذمة أو بها الذمة. هذه الصفة تبرؤ بها الذمة. وين يخدم كانك يكفي، وين يخدم الإلصاق لأن من معاني الباء الإلصاق يكفي. وثقي مسائل يا جماعة الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيد الفقه، والفقه يوسع والحمد لله. أندا يهزم ثورة نزول المغرب نزول 3 ركعات، نزول دي الشرفاوي دي تيزي وزونا دي مكان دي المدينة دي نيويورك دي لندن 3 ركعات. ولاش الاجتهاد في هذه الأمور؟ ونسلا قراءة الفاتحة، خاطر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إلى قنصر الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. القطعيات المحكمات ما فيهاش نقاش. لذلك في أوائل سورة العمران ربي سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآيات. لذلك يا جماعة الخير ما نفهمك لكي لا نقلق. أي واحد منكم يسوالي يون النظام يتوضا بشكل معين ما دام في غير من الوجوه
الفقهية المشروعة. وريف في غيرها سي لا زون ليغاليتي ليجيتيميتي ما يفهم. وريف في غيرها سي المشروعية اديني مشروع مفهوم باش نتسيلي راه سونس يونيك. ولكن الأولى التوحيد. نكون اقرا كذا الله يبارك ما شاء الله نزل كيف شحال وكذا الى اخره، مذهب فقهي مرجعيه فقهيه وطنيه تحترم. ماشي واحد يطبق القاعده اللي خالف تعرف هذا يخدم وهورا ممكن يقلق الناس. وسنصل الى نقاط مهمه جدا في المختصر الفقهي باش ننظر المرجعيه غتسني السين والسلام عليكم وعليكم السلام. هذا مكان مسح الراس ثورة غسل الرجلين. وإذا قيت مثلا ربي يدوى أرجلكم إلى الكعبين أكيد ربي سبحانه في سورة المائدة. ثورة ذاكي ينادى النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. إلا ذا حديث عائشة ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. مدنوي الأحاديث أن هناك موضعان يغفل الناس عنهما. سيني مكان وعرن شويه في مذانا اما الكعبين نفس في الدرس نعدان نغبطون الاقدام خطر يبعد خاصه اليوم ما يهرك شو تعروريس وكذا باش هذا يوض يبعد يجتهد باش هذا يوض سي مكانكي باش الانسان يريق في الارفاس. وجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحذير من المصطفى صلى الله عليه وسلم من ترك هذين الموضعين باش بنادم اذ يغلظ ينكمال. طيب سيدي النبي عليه الصلاه والسلام اذا توضأت فخلل الاصابع بمعنى ان الاصابع اما اليدين اما الرجلين. يعني والمرء يغلظ هذه الشمامه كير هكا هذا. وكذلك يرثف ذنين ير إضوضان أو كثف ذنين هكذا. نقول الأصابع استقبالية الفرق اثنين. الآن ثوران يوصل في 6 ذا شوت في 6 الدلك. الدلك ما معنى الدلك؟ معناه إمرار اليد على العضو المغسول أو الممسوح. وكي معنى الدلك أدسع الديض أفوسيه من المي السرد أفوسيك مثلا أفوسيه بس الله كان الروبيني هكا دغين ومان هكا الروبيني لا إلا قفوسيه أذي ذبع العضو المغسول أي أفوسني السرد هكا نغل ممسوح كيف إمرار اليد ولكن بغير تكرار ماشي تكرار بغير تكرار ولا غلو يعني تشدد ضغط ماشي كذا قال ما خاطئ سفلى كان كيخلص ليسر كان ليسر هذا مكان اي غير خاطر زربيت مثلا ذا هو مدخل لابليس. الشيطان والله ما يخلي حتى حاجه. ابن القيم يفكاد 7 أبواب لدخول ابليس لافساد عباده الناس باش يثني قلق سي 7 ياكي يذكر ناس الحرص على الكمال سيتادير معناه ليكسي نعم باش سي حاجه بيرفكسيون بارك الله تشدد اكيد قد تداوي سوا سي بور سا لا غاشا زالي تعاود هذه الزال كايني او تكس زاليت يني يدي والله الحيض فغر ياك سكو خامي الزول الى فغار ابري والد انه تكس زاليت اذا تعاود سي قالت تكس زاليت والله ديك عاود غاسل زاليت طبعا خطا وكي خطا وانت تسقي جفغا باش بنادم يتعاود هذه ولا سيسكر فزاليتيس. اذا الدركاكي يكون بشكل خفيف بلطف سبحان الله قدر الله باش اديني ربي في سوره الكهف يتلطف
الآية كي ندوسها في سورة الكهف. ما تفتح هذا المصحف أتصفض ذي تلمست القرآن وليتلطف، وكأن القرآن يخاطب الأمة سقر سلا عقلك استويل دوسمون مي سيرمون استويل. التلطف في كل شيء، من كل حاجة أستوحظ بلطف أتوضض. أما ذي الرسالة الدعوية كما قال ربي في سورة النحل 125: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والسبعة الموالاة معناه ما يكونش هناك تراخي بين الأعضاء، خاطر فاغسلوا وجوهكم، وكان بعد سنأتي بعدين في الترتيب. المهم الموالاة ماشي يولي هذه السير ديال العضو ومن بعد هذا يروح هذا يقيم مدة طويلة لما يكاو خاطئ. الموالاة بين الأعضاء هذا هو المطلوب. ما إلا ثورة تاخذ الوضوء بعد الروبينيك فنوامان حبسا لو طون ديال تروح هذا البرلمان وكذا الى اخره. ما الى وقت واجز ما كاش حرج، ما الى وقت طويل لابد من الاعاده. هذا كله شرحناه. طيب الان نروح مباشره الى فرائض الوضوء. نغدينا في الاخره شو دينا صاحب المختصر: ولا يعيد من قلم ظفره. ذا هناك خطأ شائع، ظفره خطئ، ظفره بالضمة أكا ظفره، أو حلق رأسه ماشي حلق تحلق اللي قلني حلق هكذا. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. ثوض الوضوء أفتكلت ولا ما تقصد الشارن نغص تلظى شبوبيك تعود على الوضوء. سنن الوضوء. السنن أيث مثلا نقراها بسرعة أيضا: غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء، وقض الطاس، اقفل التجرد فوسيك إلى قد تسير 3 فوا أكا يوث 3 فوا أبري يجرى فوسيك داخل سيميك انزرنيك وذميك إلى آخره. تفهمنا؟ في قد يقوم الإسلام ذا الفرائض من بعد توالي من صفة الكمال للوضوء. ميد مسكش من السنن أبرنتي نسلوك على 500 سنتاز مين من السلام هكذا الفرائض. يعني ذي ما ياخذ مكان الفرائض يزول صلاته صحيحة. مفهومش ما أطلق صفة الإجزاء. هذه الفرائض تجزي وتبرؤ بها الذمة ولا إعادة للصلاة لأنك أتيت الفرائض. ولكن صفة الكمال للوضوء أدوض ميم السنن ثورة من السلام داكي ودرم ديالها إيمي المضمضة ولا الاستنشاق والاستنثار أنزارا ودرم ديالها مزاق ويجيك ودرم ديالها كل شو عليك خاطر وكذا السنن كما سنشرح الآن. الفغاديني غيث مثلا صافي السنة مزواروث إلى في أول الوضوء قبل التيار فوسيك داخل الإناء إلى قد السردض إفاسنيك 3 ثكال أكا. في السناث المضمضة يعني ذيمي إدخال الماء في الفم وبعدين تحريكه وبعدين طرحه، تحريكه ثم طرحه. والثالث الاستنشاق والاستنثار وإذا إدخال الماء إلى الأنف وبعدين وجذبه هكذا يعني بالنفس وبعدين الاستنثار ما معنى دفعه إلى الخارج أثير السفخ. سبحان الله العظيم وبحمده كل حاجة مدروسة في ذي الفقه. ومن الناحية الصحية كل العلماء أثبتوا ذلك يعني مع أننا الوضوء العبادة ورنوياس ذي الصحة إلى آخره. ثورة ثيس 4 رد مسح الرأس بمعنى ذي المختصر يناد ورد مسح رأسه وتخدميث في شكل نثر ورد مسح رأسه عند دي في الواقع ميدي يهضر في السنن يكفى الفرائض صاحب المختصر سيدي خليل
من بعد ذي الصفحة الموالية الصفحة السابعة يفدرد السنن يناد ورد مسح رأسه. ذا شون كذا 25 سنتاز يعني بشكل مرتب. معناتها مطروح ذكي الي فرض روتور سنه هذا ما مدخل كان لالي ودخل الروتور لا حرج في السنه روحا، ولكن الوضوء نك الصحه والاستعواذ، ولكن الافضل الحمد لله مره واحده. خاطر بعض الناس نلاحظهم يكررون تعاوذا، لا يفهمتي تخمم ذاك هذا مكان الي روتور. 5 مسح الأذنين صافي إمزاغ وكذاكي في الظاهر والباطن، ولكن لازم يكون مسح خفيف صافي إمزاغ ماشي ذي الفرض السنة، سي داخل سي برا. ذي شو الشرع يناد المسح ودينار الغسل ماشي تساردها باش تخمض تصبمان أتسهلك ضيمانيك ضطان ذهليك هذاك الشيء من هو ماذا داخل tout le temps بالك تعاود الوضوء 2 fois لا 3 fois par jour دي فوا بالك 5 fois على حسب كل ينامك. الوغ افيك الطون صافي نسلم لك هذا الشيء. وكل ما التشدد ديال الاموراكي كلما يكون الانسان يعني يعرض نفسه للخطر. وربي ناد لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ثالث الحاجه وين يهلكن سورتو كذي الشتوى وكذي يهلكن ولا قرا غادي يرنا ديال السيمانيس من ميك خدمه كمان هذه الجميع فوسيس شويه كان كسفله وخدمه لي باس داخل. خاطر يونس الطبيب يعني والطبيب الله يذكره بالخير الطبيب يجيب كذا إنك وسند كرا يعني 3 أو 4 كثير دي موضوع دي مزولا إنك نيدا طبيب الله غالبه إلا خدمي دي بون داخل خدمي حاجه زرا خدمي فاضوتنا إنك إني غاس نورمالمون الدين يسر تفس كان كقاعده عامه نصح الدين يسر يسير تعسر سينو كذا السنه وهالخير يماني خدم له الجاست ولو كان سفلا كانك هذا سفلا ورثها لك دارا خاطر لهلك هذه اللي داخل ما إلا تتقرض من داخل صدور ذي مالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وزيد هذا ليس من التكليف هو السنه ما لا يونس زمرتي الله يبارك الصحه ولاش لا يعرض نفسه بالخطر. وفي التاريخ نتاعنا كاين اللي يعرض نفسه حتى درغلن الجرمان داخل بولنيس هذه جرمان ذوك مزوغي سلامه. ربي في كذا العباده ماشي باش غير عتسف ماشي باش غير عتسف لا العباده باش نعبد والسلام. السنة 6 تجديد الماء لذلك هذه المختصر يناد وتجديد مائهما يعني ما يخدمك يوم يخدمك ابري يحلف بلي مازال ما ندكفوش يخدمك مزوز يجوز نورمال، ولكن ما إلا يعاود الدوامان وتجديد مائهما هذا من السنه صافي. وذاك نقدر مساله كيما تنسين باش نخدم من الاقتصاد في الماء سيرتو ما الى مجموعه 4 5 هذا الوضوء سير قرعه بومان مثلا فقرعه 6 ريتلا صافي الى وممكن الاكتفاء فقط بالفرض بالمره الواحده اي غير باش غير كافي مولاش مس في كضمان يون يتوضا واحد سكومبلي نكون غادي يقيم والو واحد التيمم ونسروح على التيمم الى ان ايكونوميزي كوامان باش ان الوضوء كامل لا نلجا الى الطهاره الترابيه الا عند عدم وجود الطهاره المائيه. نروح سمان مولاش ما نروح على التراب فتيمم صعيدا طيبا عند وجود الاعذار والى اخره. ولكن من هو من نقتصد في الماء، والاقتصاد في الماء مقصد من مقاصد الدين. إذن وتجديد مائهما كما ورد في المختصر الفقهي لسيدي خليل رحمه الله تجديد الماء. وبعدين السابع أنقالوا ترتيب الفرائض والمختصر صاحب المختصر وترتيب فرائضه
سيني مسلاين. وترتيب فرائضه صافي تاقي السنة بشرط نفذو من نفذا. بدأت الآية بالوجه، نبدأ بالوجه بعد غسل الوجه، ولو قدمنا أو أخرنا فالحرج مرفوع. ممكن يون مثلا أذي زويرد وقروس قبل يفاسنيس، يلا توضع اليد الفم الأنف، وبعدين مثلا أضرح المسح الرأس أبرد وغالغ سيفاس، عادي عادي. الترتيب هذا السنة، هذه السنة. طبعا بعد غسل الوجه تأتي يعني نرتب أو لا نحترم هذا الترتيب. إذا كان عمدا فهذه كراهة، حكم الله الكراهة. ولكن إذا كان خطأ ونسيانا، والحديث صحيح واضح، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم. ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن ترتيب الفرائض هذا من السنن. وصاحب المختصر الفقهي سيدي خليل يناد وترتيب فرائضه. طبعا يقدم الوجه على اليدين، وبعدين واليدان على الرأس، والرأس على الرجلين. علاه إزم الدين ثريون لماذا؟ في الآيتين الآية الخامسة والسادسة وردت الآيتان بحرف العطف واو، والواو يفيد مطلق الجمع ولا يفيد الترتيب، لا يفيد الترتيب ولكن يفيد مطلق الجمع. والنغاوند باب مهم في أصول الفقه اسمه القواعد الأصولية اللغوية، وقيل لا بد من معرفته لأنه يساعدنا ويقدم لنا مفاتيح التعامل مع النص الشرعي في الكتاب والسنة. الواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع، ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، وفا حرف عطف يفيد الترتيب مع الفورية. ما نزرت مسلاقي أنفهم أكون دوغ الآية أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أماته فأقبره، طبعا ندفنوا واحد قبل ما لازم الدفن يكون بعد الموت. بين قوسين أصحاب الهند تلقي دي تايلاند يون في كاديف بلاك كل يوم يسعى لي بلاك ينس الور اللي يون للمشركين يرنا لكن يعني في واحد الملتقى منهم الهندوس. الور كان دين بلاك كني يون هندي ويروح بلاد المسلمين، الور يولى طفن الميت المحترم ظلم فلاس بوين تنطلنت. من بعد الهندوسيين عندنا أحرق وبعدين أدفن، صرغيت من بعد انطليت. ثقي عقيدة الهندوس. المسلم مني شاطر، الناس عندنا أدفن ثم أحرق يعني بعد ضربتي ماشي ذكوني الناس ماشي أحرق ثم أدفن، الناس عندنا أدفن ثم لا، لكن قصدك هذا برك الروس دينا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله. والحديث يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كومبلي باش تصرغ ما تعتبوا ما والو، خليه ذينا يسعى شغل. إذن فهمنا ترتيب الفرائض هذا إذن من السنة. صافي منين أنسيغ بيساوي لك يسلواو الآية 5 و6 استخدمت حرف الواو واو هكذا. نفتح قوس ميم ذي أمر الوصية وكذا ذي الدين في سورة النساء الآية 7 إلى غاية الآية 12 عند ربي سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين. وصية اسم الإمام علي كرم الله وجهه هل نسبق الوصية على الدين؟ خاطر تستامون في الزوار لا دات ذي القرآن لكن تيدي في دار سيدي ربي يهضر في تستامون سديري مثيون قبل نفضو تريكاينس إلاق أن سفغ لتستامون نطبقو إجا التستامون قد نطبق أبري أن سيولي وقاذي ساعة
وقال يتسلسل، قال تخلصم طلابه. القرآن هكا ترتيب سكيد يسع، من بعد وصية يوصينا، بعد أودين وكذا توصون بها أودين. الإمام علي أشو سينا؟ إنيس نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الاتباع أن خدم أكنك خدم الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ وقال المستوى الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، هكذا تتمة كلام الإمام علي. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. يونيك مثلا زوير قبل نشوف لداتينس لدات أين سوالاس أين دي قران أنخدم تستمع نطبقوا الوصية بشرط تسيلير اللي زيريتي بيان سور لا وصية لوارث المسفهم وتسيلير الورثة خاطر ما إلا نكسا كل دات وكذا قيمة 60 مليون 60 مليون سوف غانتير 20 مليون ميلو كان نخدم العكس اسمي لا 120 مليون نسوف انتير صافي 140 مليون وقيد انتير صافي دير تمثالاكي اكيد دينا الامام علي رضي الله عنه إنا نبدا بما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدا بالدين قبل الوصيه. اذن الايات تجد يسان في الدين والوصيه. النبي عليه الصلاه والسلام خذا في الحسبان حروف العطف التي تفيد مطلق الجمع، هذا من جهه. فتح ايضا فتح القوساقي مهم باش انظر باللي نفس القواعد تطبق. اما ذي العبادات اما ذي سائر الاحكام. وبعدين الامام علي رضي الله عنه يرنيغ بحجه النظام ان الدين له صاحب هو يطالب به، حين يحبس ما تقسموش التركه حتى ناخذ حقي، ولكن المستفيد من الوصيه تستامون ان با اون افون دو با اون اريير. خاطر وينا الوصيه تمليك مضاف الى ما بعد الموت، تمليك بلا عوض مضاف الى ما بعد الموت. ليكزيكسيون الوصيه ابري الموت بينا صافي وينا هذه الستحين كونيني سمحتي وكذا خاطر يويت فافور يبويت الوصيه. القران يخدم سفوذ يفورتيفيث من جهه في سنه ثغدي قار حاذر تتم صاحب الوصيه الى قصد فكم وذاكي ذكر الوصيه قبل الدين للرعايه والاهتمام للفت الانتباه، يعني حذاري أن تكونوا من الغافلين عن أمر الوصية. نفهم يا جماعة الخير؟ ميساج روسي يوضد الله يبارك. ثورة نروح مباشرة إلى الفضائل. الناد صاحب المختصر يفذرد الفرائض يون العنوان في فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفضائل كثيرة، أهم هذه الفضائل المذكورة في المختصر الفقهي ثم زورث المكان الطاهر أمكان زديا إلى قد تختار أمكان زديا الوضوء سي نورمال. إزما ديني وني ما ولاش لا حرج لا حرج. هذا غيون الوضوء داخل الفيسي كرمكم الله. من بعد يتحرز يحترز يعني باش في النجاسات وكذا والسلام. البقاء ديال الوضوء داخل الفيسي عادي لا حرج في ذلك مسموح. ولكن من فضائل ماشي من قصنا هذه من فضائل الوضوء المكان الطاهر طهارة المكان أمكان زديا. من فضائل الوضوء أيضا استقبال القبلة. هي ما إلا ربي تساد القبلة الله يبارك ما إلا ذي الخلاء يون ذي الوضوء ذي الخلاء كذلك الأفضل يستقبل القبلة يسعى شوى. إما إلا ذا الروبيني تسد إلى جهة غير القبلة فلا حرج هذه فضيلة. في ثلاثة التسمية يعني القول بسم الله القول بسم الله. في أربعة تقليل الماء على العضو يعني ولا قرأ تبذير ذقامان هذه فضيلة من الفضائل. في خمسة تقديم اليد أو
الرجل اليمنى على اليسرى، يعني أفوس يفوس، إما تغلظ زوار ذو الظلمات لا حرج. ولذلك كانتوا يا جماعة الخير خاطر الإنسان المرسى على الفقه يتعود توجور مشوش، ما يسعى الفقه عادي. خام ربي الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الله بس بقول غادي يولي تلماست يعني أعرفه، لا أصلا نسيت فديض، إنك فديض السيهين نسيت فديض المروة، يعني في ليسونسيال 7 مخر كان داير شمال ليسونسيال ناس ربي إن الصفا والمروة من شعائر الله، بمعنى تفضل سي الصفا تكفل سي المروة، سي الصفا المروة يون سي المروة كذا، البداية من الصفا وتنتهي بالمروة. الحجر الأسود سي ان روبير، ودقران كذا في ليسونسيال 7 تور كيما كنسينا يون ليسونسيال 7 لي تور، خما روبير في الديمارير نو أتفضل سي السنة، خاطر السنة كبدا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم حديث عمر بن الخطاب. إذن وثقي فضيل من الفضل تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى. في 6 جعل الإناء إلى جهة اليمين. انتبهوا مليح تلاقي مسألة مهمة. ليش يدينا صاحب المختصر إند وإناء وإن فتح، سبحان شوف الدقة، المختصر الفقهي إناد سيدي خليل وإناء وإن فتح، يعني ما ذو الطاس نغذا فيذون مفتوح أذيلي على دروات باش تقرض فوسيك هكا أي فوس، إما إلا ذا فريق يسعن المخرج الني أذيلي سي ظلمض باش تفرغ فمضي دمي تفرغ دمي. لذلك سيدي خليل إلى دواء إناء وإن فتح، معنى ما إلا مفتوح ماشي مغلوق، ما إلا مغلوق ذا الإناء ذا فريق خدميت سي اليسار ماشي خاطر ما خمسيكو يفوس تخمض هكا من بعد الدوغال سيفوس. إما لما إلا ذا السميرد السميرد سوفو سيفوس المال سيفوس هكذا. جعل الإناء وثمانية الاستياك، استعمال السواك. وصاحب المختصر إند ولو كان الأصبع ولو بأصبع، يعني ثقي فضيلة من الفضائل، صافي مثل ولا مثلا غاك يعني الإخوة أي واحد يعني يخدم السواك ثقي من الفضائل جزاه الله خيرا. ما يخدم يسبب الله يبارك فيك وتفضيل يخدم أضاضي سكن داخل عادي، مولي يخدم راه عادي ماشي من الضروريات ولا من الفرائض ولا من السنن ولا من الواجبات. والساعة ترتيب السنن ميم السنة كما قلنا في الفرائض ترتيب الفرائض السنة ذا قديري ترتيب السنن فضيلة فلما دخل سانتاز يقول مريغ الوظيفة إذا بزوت هذه خدمك 3 ثيكال بعد يقرا فوسيس إيميس صافي السنة لقيت تزوار الفرض أنزرنيس وقيت السنة وذميس ذا الفرض هكذا. من بعد يفسن أيفوس ذا المرفق، من بعد أفوس الظلماء، من بعد قرو، من بعد يمزغ هذا يمزغ المسح وتجديد مائهما كما ذكرنا في المختصر، من بعد ضر يفوس، من بعد ضر الظلماء مع تخليل الأصابع. صافي ترتيب السنن وترتيب سننه هكذا ورد في المختصر ثقي فضيلة من الفضائل. 19 الدعاء بعد الوضوء، يعني من الفضيلة مثل كفر تشهد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين من دعاء، وتقرأ آية الكرسي يعني في أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. أما ما كنتم تقرؤون الأدعية كلها غير صحيحة، ميقرأ هذا السر فوس سيني اللهم اجعلني ممن يحمل كذا وكذا كتابه بيمينه لا بشماله، وبعدين في كذا ما لم ترد. في 11 فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء،
يون يزول يغلظو هذه الظل ركعتين، هذه الظل ركعتين ثقي ركعتي الوضوء صافي، ما هي فريضة، ما هي وجبة، ما هي سنة، هي فضيلة من الفضائل. تلي لي سر مرتاح آلاز أطفض مثلا يعني يغلظ خامس كذا يصلي ركعتين، ما لو يسعى الوقت نغي عيانة مش والله كذا ما يصليهاش والسلام. إذن صلاة الركعتين ثقي قرنس صلاة يعني نافلة، النوافل ذوات السبب، لنت نوافل كلاسين تنت العلماء اسمي سنت ذوات السبب. أمي قلت ثلاث مثلا خشمنت أظن ركعتين، يا شو ركعتين هاكي ثقي تحية المسجد، ثقي نافلة ذات سبب، يعني إيمي ديك الشم بنادم غا الجامعة ذي ظل ركعتين بشرط أن تظل ذي الوقت في حل النافلة. تظل مثلا بعد الفجر نغان تظل بعد العصر في كذا خاطئ، ما كاينش النافلة ذي الوقت ماكي ولا ما يكش من الجامعة. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إذا كان دخل المسجد بنية المكث أو بنية المكوث كلاهما صحيح، يقول ما إلا باساجي نغا خدام ذي الجامع مثلا، اما شي ما يديكش ما يزال ركعتين خاطئ، ما اللي يون ذا عدي ذا خدام يعدى شي ثبوت هذيك الشمه هذه فاكي ويسعى النيه باش هذه يقيم ذي الجامع ويزال ركعتين، ما يسعى النيه هذه الظل ذي الجامع هذه الظل ركعتين. وقد قال ابن عرفة المالكي لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف. ثورة نشم ذي المكروهات كمقدمة للدرس القادم إن شاء الله. هذا مكروهات. المكروه الأول الوضوء في مكان نجس كراهة. الإكثار من الماء تقريبا نعكسوا برك هذوك نلقاوها سوا تنقلب كان سوا إكثار الماء ثقيل مكروه ولو كان ذي البحر. الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تكون تفضل انه يتشغل الوضوء يتمسلاي نورمال يتنيغوسي ماشي كان مسلاي يتنيغوسي وين يتشغل الوضوء هذا هضرن يتنيغوسي الشغال وكذا الى اخره. قال كثير الوضوء سيدنا الحسن رضي الله عنه مثل سيد علي رضي الله عنه يتشغل الوضوء وهو في حاله من يرتجف ناس ولا شكيون الناس تهجي غير من قبل ربي صافي يشم ديال الاتموسفير العباده تهجي ايماني وباش قبل ربي سبحان الله. صافي الوضوء عباده ثقي اشاره مثلا باش وين ما يتغل الوضوء ولا قرا اول نسوه تص دوره المياه سوى تص بوال خاطئ عند الضروره معليش السلام عليكم وعليكم السلام لا باس بخير معليش، ولكن الاكثار أريد هذا مكروه حكمه حكم الكراهه. وكذلك وس 5 الزياده على العضو على العضو الممسوح يعني المغسول، بمعنى مثلا التفضيون باش يمسح الرؤوس مسح الراس مسح ماشي غسل ماشي تسارده مسح ماشي هذه والله ما تمقرطيس يعني ياك الرقبه لا مسح الراس وفقط، معنى التقيد بهذا الحيز فقط كما شرحناه مفصلا في موضعه. ولا كذلك تجاوز الحد في العضو المغسول يقول باش هذه السير مثلا المرفقين اثي والله لما سياسيسنا كذا كل هذا من الغلو الذي لا يقبل. وكذلك كشف العوره اذا ما يتسغل الوضوء قال مستور ديال مستور ما عدا مريلي كيف في حالة استحمام يعني مريلي يعني يرفع الجنابة وكذا الوضوء الأكبر إلى آخره تجي له تفاصيل هذا الموضوع سنشرحه في موضعه. ترك السنة عمدا احنا ذكرنا اليوم وفهمنا الفرق بين الفرائض بدقة سجن فهميثا والسنن أيضا بدقة والفضائل أيضا بوضوح. صافي السجين ميزيالة سنت على حساب المختصر الفقهي نسيدي خليل رحمه الله يخدم فصل
في فرائض الوضوء وسننه وفضائله. صافي لها بنادم هذه فرز تمثال ماشي الخلوطه فتفضي ولسنا ديال الوضوء نورمال. نعم. ثمسة المسح على الخفين بارك الله فيك أدى الدرس ديال دول بارك الله فيك، ولكن مقدمة ساقي الموضوع في دقيقة أو دقيقتين. لذلك يا جماعة الخير لا بد من التمييز بين الفرائض والسنن والفضائل، وكذلك كما قلت ترك السنة عمدا هذا من المكروهات. ثورة بالنسبة للمسح على الخفين هذه اللي وسقر غزفان أخطر في الفقه المالكي وعند غيره لن التفاصيل. ذا شو المقصود بالخفين؟ هل طوقت واخذ من سوغليم الجلد سوغليم نغو قال يتساونا كثورة تنزونك السعودية تفض كان بلاستيك كذا نغا تفض تقاشراكي زورا سورتو ذكو السنة الله يبارك الشتوى وسورتو ذكو ذرار عندي لو سمي طاس. هل يجوز باش نفض من المذهب المالكي أن نروح إلى غيره لرفع الحرج؟ ومن القواعد الفقهية المستقرة رفع الحرج مرفوع، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه ولكن بمسوغاتها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ذلك كله سيكون موضوع الحديث إن شاء الله نسعنا في مستقبل الأيام بعد 15 يوم إن شاء الله وقدر في شرح المختصر الفقهي لسيدي خليل. والسلام عليكم ورحمة الله.